ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده ان شاء الله الفطير المشلتت الفلاحي. هقول لكم النهارده كل الاسرار والمقادير المظبوطه اللي تطلعوا معاكم مورق بالشكل ده. شايفين طري ازاي؟ طبعا النهارده ماما اللي هتعمل الوصفه وهتعلمكم ازاي تعملوه بطريقه سهله جدا في البيت، ويطلع معاكم طري كده ومورق زي ما انتوا شايفين كده. المقادير بتاعتي لعمل فطيرة كبيرة. عندي هنا كيلو من الدقيق، وعندي هنا كوباية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، شوب مية كبير هدوب فيه معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة من الملح، ندوبهم كويس كده في المية بتاعتي. دي المقادير المظبوطة اللي هطلع معاكم فطيرة كبيرة زي اللي انتوا شفتوها كده. هنزل بأول كوباية وبعد كده نص كوباية تانية من الكوباية اللي انتوا شايفينها الكبيرة دي، وهبدأ بقى ان انا اقلب كويس جدا واعجن لحد ما العجينة تلم معايا. ممكن العجينة الدقيق بتاعك يحتاج مية اكتر، ممكن يحتاج مية اقل، فانت بتنزلي بالمية بتاعتك واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معاكي بالشكل ده. بعد كده بننزل بالعجينة بتاعتي على الرخامة كده، وبنفضل نعجن فيها مدة ما تقلش عن ربع ساعة. سر يعني اول سر من نجاح الفطير بتاعي، لازم العجن لازم نعجنه زي ما انتوا شايفين كده، يعني مدة ما تقلش عن ربع ساعة لحد ما العجينة بتاعتي تنعم معايا كويس جدا وتبقى طرية في نفس الوقت ومش بتلزق. شايفين احنا بنعجنها ازاي؟ لازم تفضلوا تعجنوها كده مدة ما تقلش عن ربع ساعة. بعد ما عجناها بتبقى ناعمة معايا بالشكل ده، بغطيها بكيس كده وبسيبها ترتاح خالص نص ساعة، ممكن اكتر طبعا، كل ما ارتاحت كل ما بقى احسن. بعد كده ببدأ ان انا اكور العجينة بتاعتي لكور قد بعض، العدد اللي انتوا عايزينه. لو عايزين تعملوا فطيرة صغيرة يعني ايه، ممكن الكيلو دوت يعمل معاكم فطيرتين صغيرين، بس احنا عملناها فطيرة كبيرة. هبدأ بقى ان انا اجيب زيت ذرة او زيت عباد الشمس، وابدأ ان انا نرص الكرات بتاعتي فيها كده بالشكل ده. بعد كده بغطي الكرات بتاعتي وبسيبها ترتاح. بعد ما الكرات بتاعتي ترتاح حوالي نص ساعة او ساعة، طبعا كل ما بترتاح كل ما بتبقى احسن وبنعرف نفردها. بعد كده بنجيب زبدة بلدي وبنفردها كده على الرخامة بتاعتي، وابدأ ان انا افرد اول كورة كده. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة، علشان طبعا احنا ريحناها كويس، مش هتحتاجوا لا نشابة ولا اي حاجة، هي بتتفرد بالايد كده لحد ما نخليها رقيقة خالص زي ما انتوا شايفين كده. الرخامة تبقى باينة من تحت، لو اتقطعت معاكو ما تقلقوش خالص، كده كده احنا بنطبقها على بعضها ومش هيبان اي حاجة. بعد كده بندهن دهنة بسيطة كده من الزبدة. كيلو الدقيق بياخد معايا ربع كيلو من الزبدة البلدي. بعد كده ببدأ بقى ان انا ايه اطبقها كده بالشكل ده، وكل ما اطبق تطبيقة ببدأ ان انا احط زبدة واطبق كده زي ما انتوا شايفين كده. الخطوات بتاعتنا احنا مبطئين علشان تشوفوا كل الخطوات، وبنطبقها كده. دي اول كورة معايا، وبحطها على جنب كده في الصينية. بعد كده بفرد زبدة تاني وبجيب تاني كورة وبفردها معايا بالشكل ده. طبعا عشان العجينة بتاعتي مرتاحة فبتتفرد معايا بكل سهولة بايديا كده، مجرد بس ما بنحركها كده بايدينا بنلاقيها اتفردت معانا. اهم حاجة بس الزبدة البلدي هي اللي بتدي طعم حلو للفطير. بنبدأ بقى ان احنا نبططها كده. الفطيرة بتاعتنا دي خدت معانا 8 طبقات من العجينة، طبعا زي ما انتوا عايزين. لو عايزين الفطيرة تبقى صغيرة بتقللوا عدد الطبقات. احنا عملناها ب8 طبقات. بتفردوا كده بالشكل ده.
وطبعا احنا يعني بنحط كله في قلب بعضه. بعد ما بنفردها كده بنجيب الطبقة اللي احنا عملناها الاول. بعد ما بنفردها كويس بنجيب الطبقة اللي احنا عملناها في الاول وحطيناها في الصينية، وبنحطها جواها وبنطبقهم على بعض زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا بالظبط. اهم حاجة بس نفرد العجينة بتاعتنا رقيق جدا علشان الفطيرة بتاعتي تبقى كويسة، وندهن كويس بالزبدة كده. الطبقة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول بنجيبها بنحطها في النص، وبعد كده بنطبق الدايرة اللي احنا عملناها عليها بالشكل ده. واهم حاجة كل ما نطبق تطبيقة ندهن دهنة من الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. بنطبقها كده كويس، ولو اتقطعت ما تقلقوش جدا مش بيبان. وهنطبق كده ونحط في الصينية بتاعتنا، وكل الطبقات بقى هنعملها بالشكل ده. نرقق العجينة بتاعتنا كويس جدا لحد ما نلاقي الرخامة بتاعتنا بانت كده من تحت. وطبعا ما ننساش الزبدة بتاعتنا. يبقى احنا قلنا ان كيلو الدقيق بياخد معانا معلقة كبيرة سكر، ما تكتروش سكر عشان ما تطلعش مسكرة معاكو، ومعلقة صغيرة ملح بندوبهم في المية وبننزل بيهم على كيلو الدقيق. وبنفرد بربع كيلو من الزبدة البلدي. بنطبق بقى زي ما انتوا شايفين كده، نجيب الكرة الكبيرة نحطها جوه في النص، ونبدأ بقى ان احنا نطبقها بالشكل ده كده. وبين كل تطبيقة وتطبيقة بندهن من الزبدة كده علشان تبقى طرية معانا. بعد بقى ما بنفرد كل الطبقات بتاعتنا، الفطيرة بتاعتنا دي هتبقى فطيرة كبيرة عملناها بحوالي 8 طبقات. بنطبقها كده وبنحطها في الصينية بتاعتنا وبنغطيها بكيس وبنسيبها ترتاح براحتها خالص عشان نعرف ان احنا نفردها. بترتاح من نص ساعة لساعة، بس اهم حاجة نكون مغطيينها علشان ما تنشفش معايا. بالشكل ده كده. اهم حاجة ان احنا نريح العجينة بتاعتنا سواء قبل التقطيع وبعد ما نقطعها وبعد ما بنفردها كده بنطبقها كويس كده. لاحظوا احنا بنطبقها ازاي. بنجيب بقى الصينية بتاعتنا وبنغطي العجينة، بنحط العجينة فيها كده وبنغطيها كويس بكيس ونسيبها ترتاح خالص علشان نعرف ان احنا نفردها كويس. بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت بالشكل ده طبعا بكون مسخنة الفرن كويس جدا. وبعد كده ببدأ بقى ان نفرد العجينة بتاعتي كده. وطبعا ما نحاولش ان احنا نرقق الفطيرة بتاعتنا، نخليها السمك بتاعها تخين كده زي ما انتوا هتشوفوا علشان الفطيرة بتاعتي تطلع كويسة معايا. وطبعا لازم الفرن بتاعي يكون سخن جدا. هقول لكم طبعا طريقة التسوية في الفرن بتاع البوتاجاز عادي جدا، احنا سويناها في فرن البوتاجاز. بنفردها كويس كده. شايفين سمك الفطيرة بتاعتي ايه؟ كبيرة يعني تخين، والصينية كبيرة. هبدأ بقى على وش الفطيرة ببدأ ان انا ادهن وشها بالقشطة. ممكن خليط يعني عملنا خليط من القشطة والزبدة علشان يعمل معايا الوش اللي انتوا شفتوه كده، يبقى الوش متحمر معايا. وباخد الفطيرة بتاعتي بسويها ازاي. اول حاجة بكون مسخنة الفرن، بحط الفطيرة بتاعتي على الارضية. بعد ما بتتحمر من تحت ببدأ ان انا احطها على الرف اللي في النص واشغل الشواية لحد ما تاخد لون كويس من فوق. وبعد كده بطلعها. بتطلع معايا طبعا كده كانت لسه طالعة من الفرن وسخنة. شايفين بقى قابة ازاي وتحفة. بنسيبها تبرد خالص خالص وبعد كده بنطلعها ونفرد ونقدمها بقى وناكلها. شايفين طرية ومورقة وتحفة.
عمركم ما هتلاقوا حد بيعمل الفطير بالشكل ده كده، مورقة وطعمها خطير. هستناكم بقى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.